الحرب هذه كلها صعوبة، كلها مرار. إيه هو اللي نايم في بيته وكل شوية بيترقب إنه يجي صاروخ عليه، هو وعياله، بيبقى 4 5 عيال أو 4 5 طوابق في الدار، يجي عليه صاروخ ينزله فوق أولاده وعياله. بقيت أبقى قاعد ومستني صاروخ يجي وبدعي يا رب يا رب يا رب، وبقرا المعوذات. القعدة كلها مستني إنه لازم يجينا صاروخ. وبعد ما شردنا برضه في انصارات نفس الطريقة، ومن انصارات طلعنا على خان يونس نفس الطريقة، ورانا وهيهم حتى الآن ورانا. مش مسألة هم منعنا نرجع على غزة، بإذن الله حنرجع على بلادنا، على الفلوجة وعلى القراطيس. إذا أراد ربنا لشيء يقول له كن فيكون. عشان هيك جيلكم لازم يطمئن لهذا الموضوع. هذا الإرادة الإلهية أقوى من أمريكا وأقوى من فرنسا وأقوى من بريطانيا وأقوى من كل دول العالم، من إسرائيل. الأجيال القادمة إنهم ما يأخذهمش اليأس، ربنا عظيم